توازن في أداء الوظائف. شنو معنى التوازن؟ هذا يقع به المرأة والرجل كثيرا. كل إنسان مرأة ورجل له أدوار ومهمات متعددة. الرجل عليه أن يوفر المال وتوفير احتياجات المعيشية، عليه أن يقوم بالدور التربوي والمعرفي والثقافي والسعي فيما يتعلق باحتياجات المجتمع. المرأة كذلك لديها وظيفة، لديها عمل داخل البيت، طبيبة، مهندسة، موظفة، وهكذا تعمل في مختلف مجالات الحياة. أحيانا المرأة تعطي اهتماما لبعض هذه الأدوار أكثر من استحقاقها وتفرط في بقية الأدوار. هذا فيه خلل، ماكو اقتداء بفاطمة الزهراء عليه السلام. تعطي مثلا موظفة، طبيبة، مهندسة في أي مجال اهتماما لعملها أكثر بكثير من دورها المهم في تربية الأسرة، في تثقيف نفسها، في تربية نفسها، في عبادتها، في تحركها نحو هموم المجتمع واحتياجاته. هذا خلل، ما صار اقتداء بالزهراء عليه السلام. توازن، وأن المرأة تعطي لكل وظيفة ودور مقرر لها في الحياة حقه من الاهتمام والتحرك، وكذلك الرجل. متى ما وازنا في هذه المهام والوظائف نجحنا في الحياة واقتدينا بالزهراء. أما إذا حصل الخلل، هناك اهتمام بجانب خصوصا وظيفي مهني مادي أكثر من بقية الوظائف، حصل الخلل وحصل الانحراف والفساد في المجتمع. لاحظوا الزهراء عليه السلام تهتم بشؤون بيتها وتعتني بشؤون أسرتها وأولادها، وفي نفس الوقت كانت تتعلم وتعلم نساء المهاجرين والأنصار، وتخرج لكي تعين المقاتلين، وتخرج لكي تدافع عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمامة. كل هذه الأدوار المقررة للحياة الرسالية الصحيحة تؤديها بحسب استحقاق كل مهمة ووظيفة. لذلك أيها الأخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، علينا أن نراجع أنفسنا جميعا. هل نحن حافظنا على هذا التوازن ولم يحصل الخلل؟ حينئذ نكون قد اقتدينا حقا بالزهراء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، إنه سميع مجيب.